لو عايز تعرف مخالفات عربيتك او الموتوسيكل بتاعك او اي مركبة عليها لوحة طالعة من المرور، تقدر تعمل الموضوع ده وانت قاعد في البيت من خلال التليفون او الكمبيوتر بتاعك. طيب انت بتحتاج ايه؟ بتحتاج متصفح تقدر تدخل منه على الانترنت، سواء على الكمبيوتر او على التليفون. والنهاردة التجربة هتكون من خلال التليفون. طيب اول حاجة بنعملها بنشوف براوزر ندخل عليه على النت، زي الكروم مثلا او الفايرفوكس. انا عن نفسي بفضل الفايرفوكس. بدخل على الفايرفوكس، باجي هنا تحت خالص في السيرش، بكتب نيابة المرور. بعمل سيرش فبيجيب لي النتائج اللي وصل لها. انا بدخل على اول نتيجة في السيرش، اللي هو موقع نيابة المرور. كده دخلت على موقع نيابة المرور. الحقيقة ان الموقع ده مفيد جدا وتقدر تعمل منه حاجات كتيرة غير انك انت تستعلم عن مخالفتك. طيب ناخد لفة فيه كده. اول حاجة بتلاقيها الاستعلامات، والاستعلامات هنا بتكون عن مخالفات، سواء مخالفات اللوح اللي هي المركبات العربية، الموتوسيكل، التوك توك، ايا كان، او مخالفات الرخص الشخصية. تاني اختيار عندك هنا التصالح الفوري. لو انت اخدت مخالفة، ولتكن مخالفة سرعة مثلا، مخالفة السرعة الحد الادنى بتاعها 300، لو اتصالحت في خلال 3 ايام فبتدفع نص الحد الادنى اللي هو 150 جنيه. لو عايز تدفع وتتصالح عشان تستفيد من الاعفاء ده، فانت تقدر تخش تدفع برضو من هنا. خدمة الدفع دي لو انت عايز تجدد رخصة عربيتك من خلال الانترنت، او ان انت تجيب شهادة مخالفات. كمان التظلمات لو عايز تتظلم على مخالفة، او ان انت تتابع الطلب بتاعك تم فيه ايه. طيب احنا الفيديو النهاردة بتاعنا عن ازاي اعرف المخالفات بتاعتي. فبخش على اول اختيار، ادي الموقع اهو، بخش على اول اختيار اللي هو الاستعلامات. الاستعلامات هنا ممكن تستعلم عن مخالفة اللوحة بتاعتك او المخالفة بتاعت رخصة القيادة بتاعتك. هل علي انا مخالفة في العربية على اللوحة، ولا علي مخالفة على رخصة القيادة بتاعتي؟ طيب هنخش على اول واحدة اللي هي مخالفة رخص المركبات. بس بيجيب لي الصفحة دي هنا سواء انت اللوحة بتاعتك حروف وارقام او ارقام بس. لو انت اللوحة بتاعتك حروف بس فبتختار اول اختيار، لو الحروف وارقام بتختار اول اختيار، لو انت اللوحة بتاعتك ارقام بس بتدوس على تاني اختيار وبتدخل البيانات بتاعتك. طيب انا اللوحة بتاعتي هنا حروف وارقام، وبيجيب لي هنا تحت الاختيار ده رقم الرخصة، 3 أماكن للحروف، وبعد كده الأرقام. فبدخل هنا رقم الحروف والأرقام بتاعة اللوحة بتاعتي. فمثلا هنا عندي 3 حروف أهو، بدخلها وبعد كده بكتب الرقم بس، وبدوس على إجمالي المخالفات. بيدخلني هنا على الصفحة دي، والصفحة دي بيقول لي البيانات الأساسية للرخصة، بيجيب لي رقم الرخصة، وبيجيب لي إجمالي الغرامات والرسوم القضائية. طيب رقم الرخصة خلاص عارفينه اللي احنا لسه دخلناه. إجمالي الغرامات والرسوم القضائية اللي هي 2761. ده مجمل المخالفات اللي عليا. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف ال 2700 جنيه دول مخالفات عن إيه، فهدوس على تفاصيل المخالفة. وهنا الاختيار ده لازم بدخل فيه بيانات. طبعا لازم اكون انا المالك او عارف بيانات المالك، فبدوس على تفاصيل المخالفة. هنا بيطلب مني بيانين. اول بيان هو الرقم القومي بتاع مالك السيارة، وتاني بيان اللي هو رقم الهاتف المحمول، رقم التليفون. طيب اول حاجة هدخل الرقم القومي. وبعد كده هكتب رقم التليفون بتاعي اللي انا عايز المخالفات بعد كده توصل عليه. وللاسف اللي هو الخيار ده ما بيشتغلش دلوقتي. الخيار ده كل ما هتخش على الصفحة هيطلب منك رقم تليفون، وممكن ما يبعتلكش برضو المخالفة.
خلاص دخلنا الرقم القومي والتليفون، بدوس هنا على تفاصيل المخالفات، فبيدخلني على الصفحة دي اول حاجة فوق خالص بيجيب لي هنا بيانات العربية، تمام. وبعد كده بيجيب لي المخالفات بتاعتي. فبيقول لك اول مخالفة اهي في 28/3 مثلا، وبعد كده بيجيب لك مكانها، تمام. وبيجيب لك التوصيف اللي هو المخالفة ايه. اول واحدة استخدام ال الهاتف او التليفون يدوي اثناء القيادة، دي مخالفة طبعا. بيجيب لك بقى هنا الحد الادنى والحد الاقصى للغرامة. الحد الادنى 100 جنيه، الحد الاقصى 300 جنيه. انا هنا حاسب لي على الحد الادنى للغرامة. الغرامة بتاعتي 100 جنيه اللي هي اخر خانة. طيب تاني مخالفة مثلا في عدم اتباع إشارات المرور وعدم اتباع تعليمات رجل المرور، تعمد تعطيل حركة المرور. مخالفة بصراحة جميلة. برضو بيجيب لي 3 خانات. أول خانة الحد الأدنى للمخالفة، وتاني خانة الحد الأقصى للمخالفة، وتالت خانة هي المخالفة اللي عليا بالفعل. يعني أنا في أول مخالفة عليا 100، في تاني مخالفة عليا 500، وبعد كده 500، 300، 200، وبعد كده 20، وهكذا. برضو كل المخالفات اهي بيجيب لك رقم المخالفة. وكمان لو تحت خالص هنا بقى عندنا اختيارات كتيرة. اما بحث جديد اللي هو بيرجعني للصفحة الاولانية عشان اكتب رقم عربية من اول وجديد، او تظلم ان انا بتظلم من مخالفة من المخالفات. في مخالفة مثلا مش بتاعتي فبقدر ان انا اتظلم منها، او سداد ان انا اسدد المخالفة بكامل مبلغها، او تصالح لو انا في خلال 3 ايام ان انا اخدت المخالفة اقدر اتصالح عليها، وده بيكون له فايدة كويسة جدا. ايه بقى هي الفايدة؟ نعرف مثلا هنا من في مخالفات ممكن اتصالح عليها، ومخالفات ما فيهاش مصالحة. طيب مخالفة اقدر اتصالح عليها زي مخالفة مثلا استخدام التليفون المحمول يدويا. هنا لو شفنا بنلاقي اول خانتين زي ما اتفقنا الحد الادنى والحد الاقصى للغرامة في القانون، لكن الخانة التالتة هي المخالفة اللي انا واخدها بالفعل. طيب انا اخدت 100 جنيه غرامة، طبعا خلاص هي ما فيهاش تخفيض لان هي الحد الادنى بتاعها. لكن انا لو اتصالحت في خلال 3 ايام، لما اخدت يعني خدت المخالفة واتصالحت في خلال 3 ايام منها، بقدر ان انا اتصالح عليها بدفع 50 جنيه بس، يعني بدفع نص الحد الادنى للمخالفة. وكذلك اي مخالفة تانية عدم اتباع اشارات المرور ما بين الحدين بتوعها 500 و1000. طب انا واخد الحد الادنى للغرامة، هقدر ان انا ادفع نص الحد الادنى بس، اللي هو ادفع 250 جنيه، ودي فايدة التصالح. احنا كده خلاص خلصنا الفيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت ادعمني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا.